هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ لو انت زي حالاتي متأخر كده الساعة حوالي 4 الفجر ومش عندي عيش ومش هعرف انزل اشتري عيش دلوقتي، وعايز اعمل عشاء بسرعة خفيف جدا، وعندي دقيق وعندي مية وسكر وملح. هنحط كوباية مية سخنة عليها كوباية مية ساقعة، علشان انا عايزة مية تبقى دافية، يعني مقدار كوبايتين مية دافية عليهم مقدار كوبايتين من الدقيق، عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة مليانة شوية من السكر. وهبدأ اخلط الحاجات دي بنفس التكنيك اللي انا عاملاه، علشان خاطر انا عايزة الدقيق ما يكلكعش. والخطوات دي كلها احنا ممكن نعملها في طبق ونعملها بالمضرب اليدوي، بس طبعا اصعب شوية تتجانس مع بعضها كده. وهحط مقدار معلقتين من الزيت، هبدأ بعد كده احطهم في طبق غويط، وهجيب المضرب اليدوي بتاعي هدي كده بس كام تقليبة ان انا افرغ شوية من الهواء، واشوف لو في مثلا بواقي دقيق او اي حاجة. بعد كده هسيبهم 10 دقايق بالظبط العجين او الخليط بتاعي ده يهدى خالص. يبقى نقول المكونات تاني: كوبايتين ميه دافيه، عليهم كوبايتين من الدقيق، عليهم نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره مليانه من السكر، وعليهم معلقتين زيت بنفس التدريج اللي انا حطيته. ميه، بعديها الملح والسكر، بعديها الدقيق بالتدريج، بعديها الزيت، بعديها بسيب العجين يتجانس. طاسه سخنه على النار هسيبها تسخن، هحط فيها شوية زيت. بعد كده هبدأ احط الخليط بتاعي مقدار كبشة او نص كوباية من اللي انا بستخدمهم في الشاي. مهم جدا ان احنا نتأكد ان الخليط بتاعي مفروض في الطاسة. مهم جدا ان انا اقلب الخليط بتاعي او الكريب بتاعي اول ما الاطراف بتاعتي بتنشف، واتأكد ان هي مش لازقة وما بلاقيش ولا اي نقطة من العجين فوق. هبدأ اقلبها بعد حوالي 20 ثانية، هقلبها على الجهة التانية، وهفضل على الوضع ده حوالي دقيقتين بقلبها على كل جهة مقدار 20 ثانية، عشان يبقى كل جهة من الجهات واخدة نفس اللون، ويبقى متأكدة ان هي مستوية وان هي شكلها حلو. اهم حاجة برضو ان انا بجيب فوطة نظيفة مش من بتوع المطبخ، ممكن فانيلة جوزك عادي، ونغطي العجينة اول ما نطلعه في الطبق، نغطيه عشان ما نخليهوش ينشف. وممكن عادي جدا نخلي العجين ده نخزنه في التلاجة حوالي من 3 ل 4 ايام عادي، ممكن اسبوع مش هيحصل له اي حاجة، بس نخليه متغلف. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ هو ده الشكل المطلوب. هبدأ اخلص كل الكمية بتاعتي، وزي ما انا قلت احنا ممكن نخلص كل الكمية بتاعتنا دي ونستخدم اللي احنا هنستخدمه دلوقتي، والباقي نشيله في التلاجة. بس اهم حاجة يكون متغطي او متغلف، عشان بس ما يحصلهوش حاجة ولا يبوظ ولا الكلام ده خالص. وهنا ممكن نحشيه اي حاجة حلو: شوكولاتة، مربى، قشطة، عسل، موز بنوتيلا، اي حاجة. ممكن برضو نحشيه جبن، نحشيه بسطرمة، نحشي برجر، نحشي بانيه، اللي احنا نفسنا فيه. الحشوة دي حسب رغبتك انتي. الكريب ده بيبقى سهل قوي ان احنا نستخدمه وان احنا نعمله وان احنا نحشيه، ومش بياخد مننا اي وقت خالص. وده شكله في الاخر، طعمه خطير وريحته تجنن، والعجينه تحفه، واديتله كده تحميصه كده من فوق ومن تحت. وبس كده الفيديو خلص. متنسوش تشتركوا في القناه، والف هنا وشفا، وباي باي.